السلام عليكم. يلا بقى يا حبايبي مع بعض كده حل امتحان محافظة الاسكندرية، رجالة الصف الخامس الابتدائي. ادي الامتحان اللي احنا هنحله مع بعض، وادي يا مستر يحيى الاستفادة من الامتحان، الحاجات اللي احنا استفدناها من الامتحان. يلا يا حبايبي، اول حاجة سؤال الاستماع، ده طبعا ده سؤال بسمع وابدأ ارد عليه. تعالوا ندخل على طول على المهم عشان ما نضيعش وقت حضراتكم. يلا يا حبايبي، اول حاجة يا مستر يحيى we were not to play football. انا عايز العب فوتبول، يبقى اكيد انا يا مستر يحيى هلبس سنيكرز. سنيكرز معناها حذاء رياضي. مروة went to the نقط to borrow books. خد بالك ان هي هنا لقيت borrow books تستعير كتاب، او الاقي تستعير كتاب من اللايبرري. لايبرري معناها المكتبة، يبقى borrow books تستعير كتب من لايبرري المكتبة. ماشي. خالد wears، خالد بيرتدي to protect his eyes. خد بالك انه هو بيحمي عينيه. انا عشان احمي عينيا انا هرتدي ايه يا مستر يحيى؟ انا هرتدي sun glasses. sun glasses معناها نضارة شمس. ما انا عايز اعمل protect his eyes، انا عايز احمي عينيا، يبقى انا هرتدي sun glasses. ماشي يا مستر يحيى. help sick people، بيساعد الناس المرضى. مين اللي بيساعد الناس المرضى يا مستر يحيى؟ دكتور. دكتور. دكتور معناها الدكتور، صح كده؟ طيب تعالى معايا بقى في السؤال بقى يا مستر يحيى، اللي هو كمل الأجزاء الناقصة. سؤال سهل جدا وبسيط، تعالى كده بالراحة. My favorite food is fish. الطعام المفضل بالنسبة لي هو السمك. fish is نقط. السمك ده أكل إيه؟ أكيد طبعا fish is healthy. السمك ده صحي يا مستر يحيى. fish is healthy، السمك ده صحي جدا يا مستر يحيى. mother buys and fish from the، ماما بتشتري السمك منين يا مستر يحيى؟ اكيد طبعا من ماركت، يبقى ماركت معناها السوق. ماما بتشتري سمك من الماركت. هنا ماركت يعني السوق، وهنا فوق healthy السمك ده صحي. she cooks it for، هي بتطبخ السمك for lunch الغدا، هنتغدى النهارده سمك. we eat fish، احنا كنا fish سمك with rice، كنا سمك مع رايس اللي هو معناها رز. طيب تعالى معايا في الامتحان اللي بعديه يا مستر يحيى، في السؤال قصدي بتاع القطعه، انه جايب لي قطعه وعايز ان انا احل هذه القطعه. the text is about celebrating. القطعة بتتكلم عندي عن celebrating. معنى كلمة celebrating معناها الاحتفال. الاحتفال بتاع ايه؟ بتاع رمضان ولا شم النسيم؟ اطلع كده في القطعة هلاقي القطعة بتتكلم عندي عن عيد الفطر. عيد ايه؟ الفطر. ادي اهو عيد الفطر، صح؟ يبقى هختار يا مستر يحيى رقم سي على طول. إجابة الأسئلة كلها من القطعة يا مستر يحيى. ده الإنجليزي ده سهل جدا. تعالى لي يا صديقي. It was not weekend، اليوم اللي هم بيحتفلوا بيه بالعيد، هو أكيد ده يوم إيه يا مستر يحيى؟ ده يوم نايس يعني جميل. خد بالك بقى من السؤال ده، إن كلمة واي في السؤال بقى دوت يا مستر يحيى، واي معناها لماذا، أنا بسأل بيها عن السبب. واي يعني معناها لماذا، بسأل بيها عن السبب. لما يديك في السؤال في الامتحان واي، روح دور على because او to فعل في المصدر. بمعنى ايه؟ تعالى لي. why did they go to الأقصر؟ لماذا هم ذهبوا إلى الأقصر؟ صح؟ ده السؤال رقم 3. تعالى لي كده بقى يا جميل كده بقى في السؤال رقم 3، بيقول لي we went، رحنا هناك، أو يا مستر يحيى we went to celebrate عيد الفطر. احنا رحنا هناك عشان نحتفل بعيد الفطر. يبقى ليه راحوا هناك؟ بص اهي to، لما السؤال كان فيه واي عشان رحنا هناك عشان celebrate، يبقى رقم 3 to celebrate عيد الفطر. طيب تعالى لي بقى يا مستر يحيى في السؤال اللي بعد كده. what did they buy؟ هم ان شاء الله اشتروا ايه هناك؟ what did they buy؟ اشتروا ايه؟ اروح ادور في القطعة يا مستر يحيى هم اشتروا ايه. بص يا مستر يحيى بقى، we اهو نحن، we احنا، bought اشترينا، some presents بعض الهدايا، يبقى اشترينا ايه؟
some present. we bought some presents. انتوا هم اشتروا ايه؟ احنا اشترينا بعض الهدايا. طيب تعالى لي كده بقى يا مستر يحيى في السؤال بتاع الترتيب. عايزني نرتب. هبدأ بزي. ازاي هتشد وير. ازاي وير. بعد وير فعل مضاف له ing، يبقى زي وير looking ايه؟ at، بيبصوا على فوتوز معناها الصور. ادي زي وخدت وير وادي looking at وكملت بقيه الجمله. مام، ادي هبدا بمام. مام ده فاعل، عايز فعل، هقول مام كوكد. ماما طبخت ايه؟ فيش، سمك. امتى؟ لاست فرايداي. هقول فرايداي لاست ولا اقول له لاست فرايداي؟ لا طبعا يا مستر يحيى لاست فرايداي. يبقى مام كوكد فيش لاست فرايداي. طيب صحح الاخطاء مستر يحيى. الراجل حاطط لي هنا كلمه يسترداي يعني امبارح، يعني ماضي، صح؟ هتبقى بلاي ولا خليها بلايد؟ لا هخليها بلايد، احط لها اي دي. طيب ايمان از، خد بالك عندي جود ايه؟ ات. بعد جود ات وباد ات وجريت ات احط فعل مضاف له ing، يعني هنزل ريد واحط لها ing هتبقى ريدنج. يبقى ايمان از جود ات ريدنج. ماشي يا مستر يحيى. هنا البانكتويشن يعني عايزني ان انا اكبر الحروف. حرف الدبليو وده سؤال احط في الاخر علامه الاستفهام. مستر يحيى بيقول لي اكتب عن يور فيفورت سبورت. ايه يا مستر يحيى؟ يحيى المصري التعليميه. روح لقناتي على اليوتيوب يحيى المصري التعليميه، اكتب بالعربي كده يحيى المصري التعليميه. كاتب لك انا كل الباراجرافز بطريقه جميله جدا، بطريقه لا تنسى. معلش يا مستر يحيى انا حليت مع حضرتك محافظه الاسكندريه، ايه اللي انا اتعلمته؟ لا تعالى لي بقى يا باشا، تعالى لي. اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان حضرتك لما تيجي حضرتك ان شاء الله لما تيجي حضرتك بلاي فوتبول، لما بتيجي بتلعب كرة، محافظة الاسكندرية عايز اقول لك انا برتدي سنيكرز. صح انا غلطان كده؟ انا وير سنيكرز، بلبس اللي هو الحذاء الرياضي. يبقى لما احب العب فوتبول بلبس السنيكرز. عرفت اللي انا لو انت عايز تعمل برو للبوكس، اللي انا برو بوكس اللي انا استعير كتب، بستعير من اللايبري المكتبة. عرفت من امتحان محافظة الاسكندرية لما يجيلي بروتكت ايز اللي انا عايز احمي عينيا البس سان جلاسز. البس ايه يا مستر يحيى؟ اللي انا ارتدي سان جلاسز معناها البس نظارة الشمس. لو انا عايز اعمل بروتكت الايز اللي انا يا مستر يحيى اعمل ايه؟ البس سان جلاسز. انا عرفت ان انا عندي حاجة اسمها sick people معناهم النازل المرضى. هو دكتور، ان الدكتور ده وظيفة الدكتور ان هو helps sick people، ان هو بيساعد الناس المرضى. ايوه مستر يحيى ده دكتور، يبقى هو وظيفته ان هو helps sick people. عرفت ان ماما لما تعمل لي فيش اقول لها ان الفيش ده healthy food، ده طعام صحي. امتحان محافظة الاسكندرية انا عايزني ان انا تبقى انت عارف باي فيش. لما اجي اشتري سمك انا بشتري سمك من السوبر ماركت، من السوبر ايه ماركت. انا عرفت يا مستر يحيى اللي دايما الاكله دي مع بعض eat fish with rice، يعني فيش سمك with rice برز يا مستر يحيى، fish with rice. عرفت بقى ان في سؤال يا مستر يحيى كده جميل، هو اسمه السؤال بتاع القطعه، ان واي معناها لماذا. لما يجيلي في الامتحان واي ارد عليه بيكاز. مهم جدا يا مستر يحيى لما يجيلي في الامتحان واي ارد عليه بيكاز. مش بس كده، او ارد عليه ادور في القطعه على تو فعل في المصدر. تاني يا مستر يحيى الكلام الجميل دوت. لما الراجل في الامتحان يا رجاله يديني واي انا هرد عليها بيكاز، لا اما ادور على تو فعل فين في المصدر. عرفت ان وات معناها ما او ماذا، بسأل بيها عن الاشياء. في جمله جميله جدا، ادي زي وادي وير وادي فعل مضاف له ing عشان الزمن الماضي المستمر، ان واز ووير وفعل مضاف له ing يا مستر يحيى. ادي واز ادي وير عشان حط زي وحطيت له كمان الفعل المضاف له ing. عرفت ان الماضي البسيط مام كوكد فيش
هنا حاطط لي كلمة last Friday. last Friday دي من الكلمات الدالة على زمن الماضي، يبقى احط cook ولا cooked؟ لا احط cooked. افكرك بحاجة حتة مهمة. لو لقيت في الامتحان يا صديقي، وركز معايا بالله عليك يا محافظة اسكندرية، يا اللي عايزة تعرفين اللي احنا عارفين، ان yesterday امبارح، last week last month last year الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، السنة الجاية، ago منذ، in the past، وانا بحل الامتحان لقيت اي كلمة من الكلام ده، يبقى احط الجملة في زمن ايه؟ الماضي. هختار بلاي ولا بلايد؟ لا بلايد اي دي. هختار study ولا studied؟ هختار studied اللي هي الاي دي. هختار سي، هختار يا مستر يحيى سي ولا هختار سو؟ لا هختار سو. عايز يعلمني محافظة الاسكندرية. هو انت فاكر يا صديقي يا جميل انت ان جود اد جيد فيه، باد اد سيء فيه، جريت اد يعني جيد فيه او عظيم فيه، ان جود اد وباد اد وجريت اد بيجي بعديهم فعل مضاف له اي ان جي. يعني اقول له جود اد بلاي ولا بلاينج؟ لا بلاينج. رن ولا رانينج؟ لا رانينج، وبيجي قبليهم ام واز وار. خد بالك من دي مهمة جدا. اوكي طيب، حلينا مع بعض امتحان محافظة الاسكندرية. يلا يا جماعة انتظرونا ان شاء الله في بقية الامتحانات. ان شاء الله هنحل كل الامتحانات عشان عايزك تدخل تقفل الامتحان في 10 دقايق بإذن الله. السلام عليكم حبيبي.